الشوط الاول. هجوم ضغط من الرجاء واستكشاف لزوران لفرقه الرجاء وهجمه مرتده للوداد. انا اتفق مع خالد في كل شيء، انه بيبادر الرجاء وزوران بحذر كبير ينتظر ويكتشف افكار جمال سلامي، وعلى هذا الاساس يتصرف مع بقيه مع تدخلاته في الملعب. كم ينتهي اللقاء؟ انا شايف فيها اهداف كثيره بصراحه، شايف فيها 2-1 3-1 2-2 لمين؟ للتعادل. خالد تعادل. امشي في نفس الاتجاه. مين يتأهل؟ يعني اي واحد بتقول يتأهل بتتورط. بسرعه مين يتأهل؟ انا عندي احساس الرجاء اكثر. الوداد مش نعمل التوازن. طيب التوازن مطلوب مشاهدينا الكرام في ليله كهذه تبدا من المدرجات ولا تنتهي فيها. سرد الحكايه لفارس عوض على القناه الصوتيه الاولى وعصام عبدو على القناه الصوتيه الثانيه من كبائن التعليق في مركب محمد الخامس. لكم ولنا المتعه بنكهة مغربية في بطولة عربية على أبو ظبي الرياضية. استمتعوا. شكرا للزميل أسامة الأميري، شكرا للكابتن زبير بيا والكابتن خالد بيومي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحبة الكرام عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض، ويسرنا بأن نلتقي مع حضراتكم في الديربي العربي، في الديربي البيضاوي الكبير، في ديربي كازا، في ديربي الوداد والرجاء، في ديربي الوينرز والجرين ايجلز، في ديربي وداد الأمة ورجاء الشعب، في ديربي الأب الروحي جيكو، في ديربي الأسطورة بيتشو، في ديربي المدرج الأسطوري، ديربي المجانا والفرميجة، ديربي الصراع، ديربي النزاع، ديربي التنافس، ديربي الإثارة، ديربي الشحن والأعصاب والجنون. وقبل كل ذلك وبعد في ديربي الجماهير، في ديربي الالتراس، في ديربي الشالات والرولات والاناشيد والحناجر والهتافات والتيفو والشعارات والايادي، في ديربي بصوت واحد، ديربي كاز الكبير. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، انظروا كيف تسرق المدرجات العيون من ارضيه الملعب، انظروا كيف تتحول هذه القمة إلى مدرجاتها. اترك تشكيلة الفريقين، ابقى مع تشكيلة المدرج، مع تشكيلة التيفو، مع هذا السحر، مع هذه الصور، مع هذه اللافتات، مع هذا التيفو. الله على هذه الأجواء. انظر إلى الملعب من الأعلى، إلى الصورة، إلى الديربي، إلى هذه اللوحة التي يرسمها جمهور الرجاء، التي يرسمها القطب الذي يظهر هنا في مدرج الساعة، هنا في المجانا. يا لها من لوحة، يا له من تيفو، يا لها من صورة، يا لها من لقطة. أين كنتم عنكم طوال هذه السنين؟ لماذا لم أنتبه؟ لماذا لم أعرف بأن هذه الأجواء لا توصف؟ أجواء تجبرك على أن تصبح جزءا منها. لابد أن تختار، هل أنت مع رجاء الشعب أم أنت مع وداد الأمة؟ لابد أن تكون جزءا. انظر كيف يرد الوداديون هنا، وداد الأمة بتيفو يرد الرسالة هناك، الرسالة ترد هنا. هكذا اللافتات، هكذا السحر ما تشاهده هنا أكبر بكثير من مسألة كرة قدم. ارتباط، انتماء، ولاء، عشق، محبة، حياة، ماضي، حاضر، مستقبل. تشعر وكأنهم يرتبون حياتهم من أجل هذه الليلة، يرتبون حياتهم من أجل هذا الديربي. كيف يشجعون،
كيف يحولون المكان إلى هذا المنظر، إلى هذه الصورة، إلى هذه الليلة الكبرى. الله على هذا المشهد وهذه البداية، وكأن الحكم ينتظر التيفو ينتهي، وكأنها جزء من المباراة يجب بأن ينتهي، يعطونها الوقت الكافي. المخرج يأتي باللقطات الصافرة ستأتي. المدرج قام بالبداية التي تليق بهذه القمة الكبرى في البطولة العربية. كم نحن محظوظون، كم نحن محظوظين في قناة أبو ظبي الرياضية، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بأن يلتقي الفريقان وجها لوجه في البطولة العربية التي تحمل اسم كأس محمد السادس. وبالتأكيد يرى المغاربة بأنهم أولى بلقب هذه البطولة. ليلة من الليالي المرتقبة، ليلة من الليالي المنتظرة، يلتقي فيها رجاء الشعب بوداد الأمة في ديربي كبير جدا. مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، شوط المباراة الأول، صافرة حكم المباراة بانتظار ديربي فنيا يكون مليء أيضا بالإثارة، بالمتعة، بالفرص، بالفرجة والأهداف. عالية الآن سريعة باتجاه وداد الأمة، لكن الكرة أيضا بتتخلص، تعود لمصلحة فريق الرجاء. شاهدنا مشاهدينا بالتأكيد هذه المباراة التي تنطلق في ضربة البداية في شوطها الأول، ونذكر السادة المشاهدين بأن الديربي في الذهاب كان وقد انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. الأمور هنا قد تختلف، لكن المدافع يقطع الطريق في اللقطة الماضية للوداد. الرجاء يحاول الضغط، الكرة بتتخلص والكرة تعود بعد ذلك إلى حارس المرمى التقناوتي في اللقطة الماضية اللي بدوره يبعد هذه الكرة، لكنها تعود من جديد بعد ذلك لمصلحة فريق الرجاء. الرجاء الذي يأتي في هذه المباراة في حراسة المرمى أنس زنيتي، في خط الظهر محمد دويك، بدر بانون، سند الورفلي، فابريس نقاب، في خط الوسط عبد الرحيم، فابريس نقوما، محسن متولي، أيوب نانح، وفي المقدمة ملانجو الذي ينتظر هذه الكرة، لكن الكرة أيضا بتتخلص. ملانجو وسفيان رحيمي في تشكيلة المدرب جمال السلامي. أول مهمة تدريبية بالنسبة للمدرب تكون ديربي كاز الكبير. تخيل المهمة، تخيل المسؤولية، تخيل الضغط، لكن التشكيلات هناك لا تنتهي، لكن اللافتات هناك لا تنتهي، لكن المدرجات هناك قصة أخرى، قصة أخرى حقيقة. ما يقدم جمهور الفريقين في أرضية الملعب، ما يقدمان في مدرجات، يجعل مخرج المباراة في ورطة كبيرة جدا. شايف هنا باتمان يحضر هنا والكرة تصل هنا. من يحضر في هذا الديربي؟ من يتواجد؟ انظر إلى التشكيلات، انظر إلى الرسائل، انظر إلى التيفوهات، انظر إلى الشعارات، انظر إلى الصور، انظر إلى هذا المدرب وسط كل هذه الضغوطات. كيف كانت الأحاديث بالنسبة لهذا المدرب اللي واضح في الصورة، واللي تحدث بالتأكيد جمال السلامي، اللي تحدث بأن النجاعة والتركيز والجرأة وتفادي الأخطاء هذه الأمور التي نستطيع من خلالها أن نحقق الفوز في هذه المباراة. الكرة بتتحول الآن من جديد والمحاولة في انطلاقة، لكن الكرة أيضا بتتخلص وتعود الآن مرة أخرى من جديد لمصلحة فريق الوداد. كنت أتكلم عن المدرب، لكن شوف الآن، شوف المنظر الآن، شوف الكاميرات التي تحاول أن توثق هذه اللقطات، لأنهم بعد ذلك يتفاخرون بعد المباراة بمن كانت له الأفضلية في تحقيق الصورة الكبرى في مدرجات هذه القمة. الكرة بتتحول الآن من جديد، تتكلم عن 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق. مخرج المباراة يأتي باللقطة على المدرجات أكثر من أرضية الملعب. الجماهير
تثبت بأنها قادرة على أن تسرق كل الأضواء من أي نجم في أرضية الملعب، من أي تاريخ، من أي فريق. تشعر بأن الصافرة تبدأ لكي تبدأ المباراة خارج الملعب. الكرة بتتحول الآن من جديد في نص الملعب، تعود الكرة في مكان سليم مشاهدينا إلى حارس المرمى أنس زنيتي اللي بدوره بيرسل الكرة، وتقناوتي. تعود الكرة من جديد في نص الملعب، فيها محاولة، فيها التقدم لمصلحة فريق الرجاء. تحدثنا عن تشكيلة فريق الرجاء، فريق الوداد اليوم في مباراة اليوم بالتأكيد بعض الغيابات المؤثرة عن تشكيلة الفريق، واللي أيضا يتقدمها الصلاح السعيدي وعبد اللطيف النصيري. والكرة بتتحول في الجهة اليمنى للنسور الخضر، فيها الكرة عدت وصلت إلى نجوما، تصويبة كانت من فابريس من سجل هدف التعادل في المباراة الماضية، لكن الكرة بعد ذلك بتتخلص والكرة تعود. وصلت من جديد لمصلحة فريق الوداد اللي يبدأ في حراسة المرمى تقناوتي، في خط الظهر أيوب العملود، أشرف داري، شيخ كومارا، محمد ناهيري. في خط الوسط إبراهيم النقاش وبدر كدارين وبابا توندي اللي يبدأ بديلا لوليد الكرتيم. بديع عوق في الجهة اليمنى، أيوب الكعبي، إسماعيل الحداد. لكن حتى الآن الرجاء هو صاحب المبادرة، الرجاء من يتقدم، من يحاول. هذه أول مواجهة خارجية بين الفريقين في البطولة العربية ذهابا وإيابا، لم يسبق لهم أن تقابلا خارجيا. كانت لقاءات الفريقين كلها وفي البطولات المحلية المغربية وتلك البطولات اللي تأتي في الدوري المغربي أو في كأس العرش هناك في المغرب. لكن اليوم القرعة وضعت الفريقين في نهائي يأتي قبل موعده لكي يلتقيان في مباراة مرتقبة منتظرة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. الفريق المغربي أو الدار البيضاء هنا في مركب محمد الخامس بحثا عن لقب كأس محمد السادس. مشاهدينا في كل مكان الصراع المستمر بين الرجاء وبين الوداد. مباراة اليوم محسوبة في ملعب الوداد وبالتأكيد الذهاب انتهى 1-1، ولذلك الرجاء يحاول الآن مالونجو يحاول. الكرة وصلت إلى حارس المرمى، تعود الكرة من جديد في الصافرة وخطأ. ضربة ركنية مشاهدينا متابعينا لمصلحة فريق الرجاء اللي لا أفضلية في 6 دقائق ماضية. حتى الآن نشاهد الرجاء اللي يتقدم واللي يحاول واللي يهدد. نشاهد جماهير الوداد تأتي في هذا المكان والكرة العرضية على القائم القريب، ولكن حارس المرمى متابعة دربكة، الفرصة بتضيع، الكرة بتروح. فرصة أولى محققة، هدف أول، كانوا قريبين في اللحظات الأولى مشاهدينا، لكن حارس المرمى يتألق في اللقطة الماضية ويبعد هدفا محققا. شوف الكرة العرضية، شوف المتابعة، شوف حارس المرمى، ردة الفعل، التصدي لكرة بدر بانون. هذه اللقطة البدر لم يكتمل يا رجاء، الفرصة ضاعت، لكن ما زال الرجاء حتى الآن أفضلية. الكرة طويلة وعالية من محسن متولي، الكرات العالية، ولكن الكرة أيضا بتتخلص. تعود من جديد هذه المحاولة والكرة في نص الملعب، والكرة تعود إلى فابريس نجوما. سيسجلون إن استمروا بهذه الطريقة. سيسجلون، ولكن هنا الجمهور بالتأكيد يسجلون. هذه اللقطة أيضا من اللقطات التاريخية بالتأكيد التي يقدمها جمهور الوداد الرائع جدا، جماهيرية كبيرة، عشق كبير جدا، زعامة الكرة المغربية بلا شك لفريق الوداد الذي يحصل وعلى ألقاب عديدة جدا، 20 بطولة دوري، آخرها كانت بالتأكيد بالنسبة للفريق في 2019 آخر بطل دوري بالنسبة لهذا النادي الكبير، 9 بطولات لكأس العرش، بطولتين دوري أبطال أفريقيا، بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، بطولة كأس السوبر الأفريقي، بطولة الأفرو آسيوية، بطولة أيضا عربية للأبطال كانت في 89 على حساب الهلال السعودية.
الآن فريق الوداد يريد أن يحصل على لقب آخر ولقب ثاني ويعيد ذلك الإنجاز الذي حدث في عام 89 على مستوى بطولة الأندية العربية للأبطال. للرجاء أيضا لقب عربي سابق كان في 2007 في الفوز في تلك الفترة بلقب هذه البطولة. الآن نشوف ونتابع، تشعر بأن المدرجين، مدرج المجانة هناك، مدرج الساحة للرجاء، مدرج الفرميجة، مدرج الوداد، محاولة هنا التصويبة، الكرة أيضا تتخلص. تشعر بأن المدرجين يتحولان إلى شاشات عرض، إلى شاشات عرض. شيء يا ليت المخرج بس يعطينا كل شوي الشاشة تتغير، كل شوي في إعلان جديد، في رسالة جديدة، في تيفو جديد. نصيحة للوحات الإعلانية لشركات الإعلان، لا تعلن في أرضية الملعب في الدرب الكبير، لا تعلن. روح لك امسك المدرج، روح المدرج اللي على اليمين ولا المدرج اللي على اليسار. إذا عندك إعلان، إذا عندك شركة، إذا عندك لافتة، شاشات العرض هناك بالتأكيد أكثر متابعة، أكثر شهرة، أكثر ضوء. الكرة بتتحول في الجهة اليسرى. مشاهدينا متابعينا 10 دقائق فيها حذر الديربي بالتأكيد، فيها التحفظ طبيعي جدا. نحن اليوم في الديربي رقم 141 في تاريخ لقاءات الفريقين. الرجاء يتفوق تاريخيا ب 42 انتصار، الوداد 35 انتصار، لكن اليوم انتصار ثمين، انتصار غالي السقوط. الحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء، فرحة ودادية كبرى. الآن احتجاج بالنسبة لفريق الرجاء. انظر الآن هذا الاحتجاج، فرصة التقدم، فرصة الهدف الأول. شوف الكرة كانت فرصة أولى عن طريق الحداد، وشوف اللقطة الماضية وركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة. هذا التدخل كان قوي في اللقطة الماضية، وحكم المباراة يحتسب لإسماعيل الحداد ركلة جزاء. الصاروخ من سجل هدفا في المباراة الماضية يصنع فرصة هدف في المباراة الإياب. جماهير الوداد تريد أن تحتفل، تستعد لذلك. انظر إلى المنظر، إلى المشهد. نشاهد الآن الجماهير مدرج الفورميجن، نشاهد الانتظار لركلة الجزاء. شايف الدعوات، الأيادي على القلوب. الديربي قد يبدأ بخط أحمر الآن. الوينرز في لقطة للتقدم بالضربة الأولى من ركلة الجزاء، من علامة الجزاء. نشاهد ونتابع. يتقدم يا رب للدار البيضاء، خط أحمر اسمه الوداد. للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد. الديربي يشير إلى الفورميجا، للمدينة القديمة، للون الأحمر. يا نهيري، محمد نهيري في اللقطة الماضية على طريقة بانينكا. انظر إلى كرة الملعقة. يا سلام يا سلام على ركلة الجزاء، على الهدوء في أجواء ديربي، في ضغوطات ديربي تتلاعب بهذا الشكل. أي قلب وأي برودة أعصاب وأي كرة استقرت وأي محمد نهيري. 1-0 يتقدم الوداد، يتقدم الوداد 1-0. مشاهدينا أجواء تأتي بهدف. شوف الرجاء كانت البداية والأفضلية للفريق الأخضر للرجاء، لكن محمد نهيري، ولكن ركلة جزاء. شايف هذا محمد الظهير الأيسر يتقدم من علامة الجزاء، يحرك المدرج، يتخطى الخطوط الخضراء، يسجل هدفا يعلن عن بداية أجواء هذا الديربي. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قناة أبو ظبي الرياضية. لقطات مشاهدينا مستمرة. الكرة بتتحول الآن من جديد في الجهة اليمنى. كنت أتكلم عن ديربي الأب الروحي بالتأكيد، الأب جيكو
والتيفو الأخير الذي كان بالنسبة لوداد الأمة كان أيضا للأمتيكو أيضا، والآن بعد ذلك يتقدمون بهدف. لم يكن يتمنى جمال السلامي هذه النتيجة، لم يكن ينتظر هدفا بعكس مسار المباراة، لكن شايف هنا الباكو، شايف هنا قيادة الجمهور، شايف هنا التصفيق، التشجيع. النتيجة لا تغير المشهد بالنسبة لجماهير الرجاء. المسألة أكبر بكثير من مسألة مباراة، من مسألة كرة قدم، لكن بلا شك الفوز، لكن بلا شك التأهل، لكن بلا شك المذاق للديربي أكثر من فرحة بالتأكيد، كيف لا، وهو واحد من الديربيات التي تصنف في الديربيات الكبرى عالميا الحقيقة، والذي يقدم مدرجة، ما يجعل هذا الديربي في واحد من أشهر الديربيات على مستوى الديربيات الجماهير في العالم. كرة تتحول الآن في الجهة اليمنى، فيها انطلاقة، فيها محاولة، فيها تمريرة، فيها ربع ساعة مشاهدينا مرت من زمن شوط المباراة الأول. النتيجة التأخر هذا الرجل جمال السلامي، لم نشاهد حتى الآن جمال الرجاء يا السلامي. الكرة تصل مرة أخرى في مكان فيها محاولة قطع الكرة وقطع الطريق من بابا توندي، تعود من جديد لمصلحة الرجاء. نتيجة 1-0 يعني تأهل الوداد. أذكر السادة المشاهدين تعادل الفريقين 1-1 يعني ركلات ترجيح، تعادل الفريقين أكثر من ذلك يعني مباشرة بالتأكيد تأهل فريق الوداد، لأن الوداد أيضا في تلك المباراة، أيضا المباراة اللي كانت في ملعب الرجاء تعادل 1-1، عفوا تأهل الرجاء. الكرة بتتحول الآن في الجهة اليسرى، انطلاقة الحداد بيرسل الكرة نهيري المتقدم، يا رب الفرصة بتضيع، والكرة عن طريق هذا الظهير فقط على الورق ظهير، كل شوي تشوفه موجود، سجل من ركلة جزاء وكاد أن يضيف هدف ثاني. محمد نهيري غاب عن الذهاب لكنه حضر في اليوم الأهم. محمد نهيري عادت الكرة في نص الملعب، كانت عن طريق إبراهيم النقاش، تعود الكرة من جديد في نص الملعب لمصلحة الفريق المغربي الرجاء، لكن مقطوع عن طريق النقاش. نهيري يا سلام، هذا اللعيب، هذا النقاش اللي يرسل الكرة فيها تمريرة من بابا توندي، عادت إلى الحداد، نقلات في نص الملعب، الكرة تعود بعد ذلك من بدر كدارين، بيرسل الكرة أقصى الجهة اليمنى باتجاه بديع يا سلام، الوداد يا سلام، العرضية يا سلام، المتابعة لا تأتي، عادت في الجهة اليمنى باتجاه محمد الدويك. كيف سيتصرف فريق الرجاء؟ كيف ستكون ردة الفعل؟ كيف سيعودون إن كانت لهم عودة؟ جمال السلامي قال نعرفهم كما يعرفوننا ونحن جاهزون، هذا كان تصريح جمال السلامي، لكن انظر الآن إلى بديع الذي يحاول أن يصادق على تصريح المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، المدرب اللي قال الغيابات لن تؤثر علينا، أثقوا باللاعبين، سنلعب للفوز. نتيجة الذهاب لا ترجح كفة أحد، لكن الحداد يرجح كفة فريقه بصناعة ركلة جزاء. الكرة بتضيع والكرة بتتحول من جديد. حلو الديربي والهدف بدري أشعل الأجواء، والمدرجات تشعل كل ذلك قبل كل شيء، والكرة تصل في مكان باتجاه سفيان رحيمي بيرسل الكرة، تصويبة قوية كانت عن طريق أيوب نناح، لكن الكرة وصلت إلى حارس المرمى، كانت من أيوب، ولكن الحارس الواضح في الصورة تقناوتي الدولي المغربي يقول لهم هدوا، شوفوا الجمهور، شوفوا التنظيم، شوفوا التشجيع، لا توقف، شجعوا حتى آخر لحظة. الجماهير تقوم بدورها بل بأكثر من دورها، هذه الأدوار نحن لا نعرفها أبدا. الكرة بتتحول الآن في مكان سليم في الجهة اليمنى باتجاه محسن متولي، لكن الكرة فيها صافرة وخطأ. ركلة جزاء، كان في تهور، كان في تدخل، وشايف هنا الجمهور اللي واضح في الصورة والرغبة الكبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية. لا شك بالتأكيد بطولة يرى المغاربة بأنهم أولى بها، خاصة وأنها تحمل اسم ملكهم أيضا، كأس محمد السادس، اسم غالي على قلوبهم بالتأكيد. يتنافسون، هناك أيضا أولمبيك أسفي اللي يلعب في نفس التوقيت مع فريق الترجي.
الترجي هو الآخر يريد أيضا. والآن نشاهد لعب طايح على أرضية الملعب، بينما هنا نشاهد اللقطات في هذه المدرجات بشكل مختلف ما بين هذا المدرج وذاك المدرج. تشاهد الكبير والصغير، تشاهد الرجال والنساء، الكل يتنفس هواء الديربي عشقا. تشعر بأن هذا المسرح حقيقة يقدمون من خلاله أجمل العروض واللوحات والأوبريتات، وينتظرون انظر الآن. يا سلام، اترك الصوت، اسمعهم الأصوات يا حارس. كرة بتتحول الآن في نص الملعب لمصلحة أيوب. بيلعب لها كرة أيوب إلى الخلف، ترجع الكرة كانت عن طريق محمد دويك. فريق الرجاء يحاول في الجهة اليمنى، مستمر محسن متولي في الجهة والنقاش في الجهة، ولكن العرضية لاعبين أيضا عليهم الأضواء، لكن نجوما يخطف الأضواء. يا الله على كرة كانت من نجوما والتجناوتي. شوف ردة الفعل، الكاميرا كادت أن توثق، لكن التجناوتي يقول لا، ما زلنا متقدمين حتى الآن. أحمد رضا برضا كبير من مدرج الوداد. تصويبة كانت لفابريس نجوما، والكرة تعود الآن من جديد إلى خارج الملعب. هذا الديربي مشاهدينا متابعينا الذي ذكرت فيه تاريخيا تفوق فريق الرجاء. الكرة بتتحول من جديد على مستوى المباريات والمواجهات تفوق الرجاء، على مستوى الألقاب والبطولات تفوق الوداد بالتأكيد. بالنسبة لألقاب والبطولات الموسم الماضي لعب الفريقان الديربي في الملعب الكبير بمراكش، كان في عقوبة أيضا، لكن دائما هذا الملعب يشهد مباريات الفريقين. ملعب مركب محمد الخامس، ويظل أعظم هداف للديربي هو سعيد غامدي من جانب الرجاء 7، محمد بن شريف 4 أهداف من جانب فريق الوداد. الأكثر مشاركة في الديربي محمد أولحاد 21 ديربي من قبل الرجاء، بالمقابل الحارس نادر المياقري اللي نتذكر جيدا كان في الوحدة الإماراتي في فترة من الفترات أيضا 19 ديربي. كرة بتتحول من جديد، كان حارس رائع جدا نادر المياقري. فابريس نجوما بيرسل الكرة في مكان فيها كنترول. الرجاء لن يهدأ، الرجاء لن يستسلم، الرجاء يحاول، الرجاء يقترب، الرجاء يستمر بحثا عن الرجاء، لكن الكرة أيضا بتتخلص، الكرة بتضيع، الكرة بتروح، الكرة تصل في الجهة اليمنى. فريق الوداد سيلعب على الكرات المرتدة وسيحاول عن طريق أيوب الكعبي والحداد وعن طريق بديع. الكرة بتتخلص الآن وبتعود الآن من جديد في الجهة اليسرى. فابريس نجا 21 دقيقة مرت على أصوات، على أهازيج مستمرة من قبل جماهير الفريقين. كرة تصل الآن من جديد لمصلحة أيوب بيلعب لك كرة في مكان سليم، تعود الكرة من جديد في نص الملعب. هذا المدرب الواضح في الصورة، أي ضغوطات، لا أحد يريد أن تكون مباراة الأولى كمدرب هي الديربي، لكن فيها بالتأكيد كريدت كبير لو فزت في أول مباراة. تخيل كم الاختصار أيضا، كم الثقة التي ستحصل عليها، وبالتأكيد أيضا علاقته بالمدرج علاقة رائعة. كرة عرضية، الكرة بتعدي، المتابعة، الكرة بتتخلص من جديد، وصلت إلى بديع الله، لكن طالت الكرة، تحولت أبعاد من فابريس نجام. ما زلت عند رأيي بأن على مستوى السيطرة الاستحواذ فريق الرجاء في الشوط الأول كان الأكثر استحواذا، الأكثر وصولا، وما زالت مبادراته مستمرة، الأكثر خطورة، ولذلك يأتي حارس الوداد كواحد من نجوم الشوط الأول، وما زال الضغط مستمرا. نشوف ونتابع التجناوتي ينتظر كرة أخرى عرضية، لكن النقاش يقطع الطريق. الحداد الصاروخ يبدأ الطريق، يحاول فيها الحداد، إسماعيل الحداد يرسل الكرة في الجهة اليسرى، لكن مقطوعة من بدر بانون، والكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. ضربة مرمى لمصلحة فريق الرجاء البيضاوي. هذا أول ديربي للفريقين أقوم بالتعليق عليه. وحقيقة عندما تعلق مباراة لأول مرة بالنسبة إليك تشعر بأنك تحتاج إلى أن تقول الكثير من الأمور،
الكثير من الأرقام والكثير من المعلومات والكثير من القصص والكثير ولو أن هذا الديربي عبارة عن قصة متجددة في كل مرة، حكاية متجددة أحداثها حتى وإن كانت حالية ووقتية لكنها تستحق الوقوف، تستحق إعطاء. وحقيقة هناك الكثير فيما يستحق أن يقال في هذا الديربي، ولكن لم يترك لنا الزميل يعقوب السعدي شيئا نقوله حقيقة إلا وسبقنا إليه في تغطياته المتواصلة. تم تحويل القناة في الأيام الماضية إلى قناة مغربية بالكامل. التقارير، الكلمات، كان يمثلون جميعا وهو يتحدث عن المغرب، عن المدن، عن المناطق، عن الشعب، عن الثقافة، عن البلد، عن الديربي بشكل عام. قدم تغطية مليئة بالضيوف، زيارة للنجوم، العودة إلى التاريخ، محاولة لتغطية كل تفاصيل الديربي بشكل كبير جدا حقيقة. وهذا الديربي يستحق، لكنه قدم تغطية تليق بهذا الديربي. وحقيقة ولو أن شهادتنا مجروحة فيه، لكن يستحق بالتأكيد هذه الإشادة. لا أنسى أيضا أن أوجه شكري للزميل أيضا محمد حسين المعلق المغربي معنا في قناة أبو ظبي الرياضية، أيضا على الكثير من الأرقام، الكثير من المعلومات. زميل محمد حسين كونه صاحب خبرة وعلاقة وارتباط أيضا بهذا الديربي وبهذه الجماهير أيضا، وهو يشجع أحد أقطاب هذا الديربي. ما راح أقول يا محمد، ما راح أقول زوجته تشجع القطب الآخر. أنا قلت له إذا صار عندك مشكلة أو شيء تعال اليوم نام في البيت، ولكن حتى نتعرف على النتيجة إن كانت هناك مشاكل أم لا. الكرة بتتحول والكرة تصل واللقطات تأتي ومدرج المكانة تعني الساعة هناك. إيش حال عندك في المكانة الآن؟ الحال يشير إلى تأخر فريق الرجاء وتقدم فريق الوداد بهدف مقابل لا شيء. لا بأس الآن بالنسبة للوداد للمدرج الأحمر. 1-0 مشاهدينا، 25 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الأول. 1-0 عن طريق ناهيري، محمد ناهيري. كرة بترجع في مكان، فيها انطلاقة، فيها تقدم، فيها تمريرة لم تصل إلى أيوب. الكرة مستمرة في الجهة اليمنى لمصلحة فريق الرجاء. محسن متولي بيفوتها، فابريس نجوما يبدأها، راحت في الجهة اليسرى عن طريق سفيان رحيمي. لم نشاهد حتى الآن فرصة لسفيان رحيمي. الكرة بتتحول من جديد لمصلحة اللاعب فابريس نجوما. أكثر من هدف في الشوط الأول بالنسبة لفريق الرجاء. بيزيد القادمون من الخلف. هذا فابريس نجوما يمثل هذا الدور بشكل ممتاز. وصلت إلى أيوب ناناح، يرسل كرة باتجاه نجوما، عادت من جديد، فيها محاولة، فيها تقدم من عبد الرحيم الشاكر، يرسل كرة في الجهة اليمنى. العرضية ممكنة للرجاء، مقطوعة يا ناهيري صاحب الهدف الحداد لكن بالخطأ. الرجاء يضغط، الرجاء يقترب، الرجاء يحاول، لم تنتهي بعد، لم يرفعوا المنديل. الله على المرور، الله يا رحيمي. ما زالت إلى نجوما بيغير الاتجاه. محسن متولي يعيد الاتجاه لكن تقناوتي. أي شوط يقوم به هذا الوحش في التصدي والذود عن مرماه. الله على رضا تقناوتي. ما زالت 1-0 لأنه تقناوتي. كرة بترجع الآن في نص الملعب في مكان في مصلحة الجهة اليسرى. المحاولة باتجاه فابريس نجا الكاميروني. على فكرة فريق الوداد لا يستثمر أو يستفيد من كل اللاعبين الأجانب الموجودين، ولو أن اليوم لعب ببابا تونتي لمن كان متوقع أن يشارك، ولكن إصابة وليد الكرتي جعلت أيضا بابا تونتي يلعب. أيضا شيخ كومارا المدافع أيضا اللي يتواجد، بعكس فريق أيضا الرجاء اللي يستفيد من اللاعبين الأربعة الأجانب. والكرة وصلت إلى سفيان رحيمي، سفيان بيرسل الكرة إلى فابريس نجوما، وقوف لكن التغطية تأتي بشكل ممتاز، كانت عن طريق المدافع أشرف داري، والكرة بعد ذلك تبعد من جديد. شوف الضغط، حكم المباراة قريب
كريم يشير إلى استمرار اللعب، وناهيري يريد أن يستمر باللعب، يريد أن يستمر بالتقدم، يريد أن يستمر بالتسجيل. هل تكون عريس هذه الليلة يا ناهيري؟ بانينكا من علامة الجزاء في ديربي فيه من التحدي، فيه من الرسائل. الكرة تعود الآن والكرة تصل من جديد مرة أخرى في نصف الملعب. يا الله يا الله، تارة تشاهد زلزالا، تارة تشاهد أمواجا، تارة تشاهد بركانا، هكذا يغيرون، هكذا ينوعون، هكذا يشكلون. انظر لا تأتي لقطة هنا إلا وتأتي يأتي الرد عليها هناك. انظر إلى المشهد الذي نشاهده في هذه المباراة. الصورة بالتأكيد لا تنقل كل شيء. من يعيش في أرضية الملعب يعيش هذا الديربي مرتين بل ربما أكثر. الكرة تصل في نص الملعب. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، سعيدين بالتواصل معكم بالتغطية، سعيدين بتغطية البطولة العربية، سعيد بأن نشاهد هذا الحضور الجماهيري في بطولة عربية، هذه المباراة، هذا الديربي ضمن نطاق البطولة العربية. سعيدين حقيقة، هذا يضيف للبطولة العربية، يضيف إلى نجاحها، يضيف إلى فكرة استمراريتها ودعمها وتواصل الشعوب العربية من خلالها بالتأكيد. الكرة تعود عن طريق أيوب الكعبي، مقطوعة، عادت إلى فابريس نجوما، وقف، سيطر، مرر في نص الملعب، يرسل الكرة محسن متولي بيرسل الكرة، عادت من جديد إلى ناناح، أيوب ناناح في الجهة اليمنى، ما زالت الكرة معه، بيلعب الكرة إلى محمد دويك يتقدم، الله شوف التحرك، شوف ناناح، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. رمية تماس، نصف ساعة، كيف يمر الوقت بهذه السرعة. الرجاء لا يصدق بأنه ما زال متأخرا في هذا اللقاء، وهو يقدم شوطا هجوميا ويحاول ويواصل الضغط. فريق الوداد يدافع عن هدفه الذي تم تسجيله. انظر الآن، هل يريدون من هذا المشجع أن ينزل إلى أرضية الملعب لكي يقوم بالتعديل؟ عرضية تأتي، المدافع أشرف داري، عادت الآن 1-2، وصلت بعد ذلك مقطوعة مرتدة فيها زيادة، فيها أيوب وفيها حداد وفيها بديع، فيها حداد وفيها بديع وفيها أيوب، لف ودار تأخر فيها، استعادوها. الرجاء ماسك الكرة أكثر، الرجاء ما زال يحاول. ناناح في نص الملعب بيرسل الكرة، تمريرة، استلام من مالونجو الكونغولي، والكرة بتصل اللي كان في احتجاج على مشاركته في الفترة الماضية ومن جانبي الوداد، ورفع ذلك ورد من الاتحاد العربي بقانونية مشاركة مالونجو. متولي محسن بيرسل الكرة، وين تولي؟ الكرة فيها تمريرة ولكن قراها كومارا، شيخ كومارا يقطع الطريق. يا جمال السلامي أحد لاعبي الرجاء السابقين، بيرسل الكرة والكرة بتتحول من جديد لمصلحة الرجاء. يقاتلون، يحاولون، يستمرون، يضغطون، يقتربون. الكرة من محسن لكن مقطوعة في درب الصراع الكبير، درب الاندفاع، أبعدها بدر كدارين. وشايف هنا الحضور، وشايف هنا الجماهير، وشايف هذا حكم المباراة. أتمنى حقيقة بأن تكونوا قد تستمعون إلى الأناشيد والأصوات الموجودة كما استمع إليها هنا في أرضية الملعب. هنا كرة ثابتة لمصلحة اللاعب الواضح في الصورة، عبد الرحيم الشاكر في حديث الآن، وشايف تحت الليزر وتأثيره من قبل الجماهير الحاضرة، وتحت تشجيع محسن متولي، عرضية ولكن الكرة أيضا مقطوعة. ترجع من جديد، أيوب يرسل الكرة في الجهة اليمنى، كانت محاولة، شوف سند الورفلي متقدم، المدافع متقدم في الكرات الثابتة. فريق الرجاء يعرف بأن لابد أن يعدل في الشوط الأول، لأن لو تأخر في ذلك سيزداد الضغط. شايف اللقطة، وشايف قطع الكرة، وشايف اللعب الآن، وشايف التفاصيل، وشايف في نص الملعب قطع الكرة عن طريق إبراهيم النقاش، والكرة الماضية بتتخلص. الآن كرة بتتحول الآن في مكان اسمع
إنغوما بيرسل كرة في مكان سليم، انطلاقة، تقدم، محاولة، كرة عرضية، الكرة العرضية ستصل مرة أخرى إلى حارس المرمى في اللقطة الماضية. نشوف ونتابع ونشاهد هنا مشاهدينا متابعينا ردات الفعل المختلفة. هذا أيوب الكعبي، ما في فرص كثيرة للوداد لكن في أهم من الفرص، في هدف. نعم الأهداف أهم من الفرص، في هدف، والهدف سجل من علامة الجزاء، والحداد ينتظر واحدة من الكرات والانطلاقات، والكرة وصلت إلى النقاش. شايف الآن الكرة عن طريق إبراهيم النقاش، الله على الاحتفاظ بالكرة وإعادة الكرة، لكن الضغط ممتاز، قطع الكرة سليم. محمد الدويكة ومحسن متولي بأدوار دفاعية، الآن أدوار هجومية، الآن محاولات للنسور، محاولات للجرين بويز، محاولات لدرب السلطان. الكرة بتتحول الآن باتجاه فابريس إنغوما، بيرسل الكرة في مكان فيها تمريرة، فيها محاولة، فيها متولي قوية. يا رب تيغناوتي غير عادي، مجنون يا أحمد رضا. الله على ردات الفعل، إنهم يواجهون تيغناوتي وإنه يوقفهم في كل مرة، يقول أنا هنا، شباكي نظيفة، ما زالوا يحاولون لكن تيغناوتي يرد في كل مرة. عرضية، لفة ركنية، تيغناوتي يبعدها إلى ضربة ركنية من جديد. يصرخ الآن، هل سيرفع لك الوداديون تيبو إن استمرت الأمور بهذه الطريقة يا تيغناوتي؟ لكن المحاولة العرضية وتيغناوتي من جديد بالقفاز بالأقدام بجسده مستعد أن يغطي المرمى الودادي. حتى الآن كرة بتتحول الآن من جديد مشاهدينا متابعينا في كل مكان. كرة بتصل في مكان سليم، المحاولة لمصلحة عبد الرحيم الشاكر، يلعب لها كرة إلى الخلف باتجاه المدافع الوطني، يرسل كرة إلى بدر بانون، عادت إلى عبد الرحيم الشاكر، بيلعب لها كرة باتجاه أيوب نانا، العرضية تأتي والكرة تبعد من مالونجو، وصلت من جديد. يا سلام يا بابا تاندي، بيرسل كرة بابا توندي، عادت من جديد عرضية في مكان في الجهة اليمنى، بديع لو لم حاول لكن المدافع فابريسينكا أقوى ويحافظ عليها، وبعد ذلك يستخدم الأيادي فابريسينكا. الحكم يشير إلى خطأ التصادم، وبالتأكيد مباراة فيها من الاندفاع، فيها من الكروت، فيها الكرة باتجاه محسن متولي، شوط حلو، شوط كورة، شوط فيه هدف ودادي، فيه فرص رجاء، فيه فرص لرجاء الشعب. النسور يريدون التحليق، النسور لا يرفعون المنديل، ما زالوا يحاولون. محسن متولي لكن شوط ممتع حتى الآن، وما زال للمتعة بقية وللرجاء بقية، والتصويبة القوية إلى خارج شوف ما شاء الله تيغناوتي مغطي خارج المرمى، يعني ما شاء الله مخلص المرمى ومغطي. شوف التيغناوتي حاط شوي احتياط التيغناوتي حتى الآن. نجومية في الشوط الأول، وهنا نشوف ونتابع المدرجات المستمرة في تشجيعها. ليلة بالنسبة لهم أشبه بالعرس للمدينة كلها، للدار البيضاء، ليس فقط للدار البيضاء، جماهير الفريقين في كل أنحاء المغرب، في كل مناطق المغرب. شوف لما الرجاء يلعب برا ملعبه ويروح لأي منطقة، شوف لما الوداد يزور المدينة الفلانية، المكان الفلاني، شوف الجماهير كيف. وبالتالي هي ليلة ليست فقط للمغرب، هي ليلة أيضا عربية، هي ليلة تعني الجميع، هي ليلة تعني الكثير، وما زالت تعني هذه الليلة الكثير والكثير. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الكرة بتصل مرة أخرى بين القادم من المدينة الأصلية القديمة فريق الوداد، بين القادم من درب السلطان فريق الرجاء. هؤلاء هنا في أحياء الدار البيضاء، في أحياء مدينة كازا، هنا يحيون ملعب مركب محمد الخامس في ديربي
إيابي كأس محمد السادس للأبطال. كرة بتتحول الآن في الجهة اليسرى، متولي بيلعب له كرة، مالونجو مراقب متابع، شوف ضغط لاعبي فريق الوداد، شوف كيف يقاتلون، شوف كيف محاولة الضغط على حامل الكرة. نعم مع ذلك يصل الرجاء، مع ذلك يهدد الرجاء، مع ذلك يلعبون بالنار، لأن الكرات المرتدة بالنسبة للوداد ما زالت أقل من اللازم. لما تدافع بهذا الشكل لابد أن تكون الكرات المرتدة على الأقل كرات خطيرة تستطيع من خلالها أن تخطف هدف ثاني يخفف الضغط. ولكن للدربي حساباته، للدربي قياساته. أيوب الكعبي يريد أن يستمر في حسابات الدربي. من يسجل في الدربي يبقى في الذكريات، يدخل التاريخ، اللاعبون عليهم أن يعرفوا ذلك. يا مالونجو الصفقة الجديدة بالنسبة لفريق الرجاء، سيكون بالنسبة له التسجيل في الدربي رد كبير جدا على أحقية المشاركة. هنا التمريرة، هنا التصويبة ضعيفة، والتقناوتي يتصدى ليصعد من ذلك بكل تأكيد. يعني بصراحة يعني لا يمكن أن ينتهي الكلام عن ما نشاهده، ومهما كان من الكلام لا يمكن أن تصل فيه لدرجة المبالغة. هم من يبالغون في جمالهم، في سحرهم، فيما يقدمون من مشاهد حقيقة في هذه المباراة في مدرجات مركب حمد الخامس. المحاولة مستمرة، الرجاء مستمر، العرضية تأتي، الرأسية ضعيفة، والكرة تتخلص. ما زالت مشكلة التسجيل بالنسبة للرجاء. بالمناسبة الوداد تقدم في الذهاب أيضا والرجاء تعادل. الآن الوداد تقدم في الذهاب والكرة بتتحول الآن من جديد في مكان سليم. المحاولة أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان باللون الأخضر 5-1 في كأس العرش. وبالنسبة للرجاء لم يسبق، بالنسبة للوداد لم يسبق له أن فاز بأكثر من 3 أهداف في تاريخ مواجهات الفريقين. هذه أول مواجهة بطابع خارجي، ببطولة خارجية. الكرة تأتي، محسن متولي يأتي، لكن التمريرة بالطول. اقتربنا من الدقائق الخمس الأخيرة مشاهدينا متابعينا. نحن نعيش مع حضراتكم أجواء الديربي، وفي الديربي عليك أن تكون مستعدا للفرصة حتى وإن لم تأتي. جمال السلامي يفكر هنا، والمدرب زوران ينتظر هناك نهاية الشوط بتقدم فريقه. حتى الآن فريق الوداد بهدف مقابل لا شيء. الكرة تعود باتجاه أيوب الكعبي، عادت الكرة مرة أخرى في نصف الملعب، فيها تمريرة، فيها محاولة من الجوما، الضغط يأتي من بابا توندي، الحداد فيها تمريرة إلى أيوب يحاول، الكرة ما زالت، والكرة بتصل في مكان سليم لمصلحة الوداد، لوداد الأمة يا بديع، عرضية، الكرة مقطوعة في اللحظة الماضية من سند الورفلي، والكرة ما زالت عن طريق فابريس نجوما بيرسل الكرة فيها صافرة وخطأ لمصلحة أيوب نانح. وهنا حكم المباراة في كرت أصفر، كروت صفراء. شايف الكرت الأصفر في اللقطة الماضية يذهب لبدر كدارين، وقرار من حكم المباراة لمصلحة فريق الرجاء. هذا بدر كدارين ويحصل على كرت أصفر في اللقطة الماضية. عندنا بدر كدارين في الوداد، عندنا بدر بانون في الرجاء، عندنا ليلة حقيقة في الدربي يكتمل فيها ليس البدر بل كل شيء حقيقة. حتى الآن 1-0. شوف يقولون هدوا، هو يعرف بأن فريقه أفضل في الشوط الأول، لكن يعرف أن في استعجال كثير، في استعجال. هذا الاستعجال أيضا يفقد اللاعبين التركيز، يفقد اللاعبين القدرة على ترجمة الفرص التي تأتي بالنسبة لمصلحة فريق الرجاء. الآن الوقت يمضي، يجب أن تقاتل، أنت لا تلعب فقط. نعم هذا الديربي، أنت لا تلعب فقط. الفوز بالديربي يعني على الأقل احتفالية أسبوع كامل بعد الديربي، يعني على الأقل الذكريات تبقى دائما في التاريخ. هذا الديربي، اللقطات، المشاهد، الأهداف توثق، اللحظات، المانشيتات، التصريحات، أهازيج الجماهير، الفرح، الأطفال، الصغار، الغضب، كل شيء في الديربي وأكثر من ذلك. البيوت التي تقسم الزوج
وزوجته الأخ وأخته بالتأكيد. وهنا نشاهد الأعلام والشعارات التي ترفع. هذا الديربي بالتأكيد الأب الروحي جيكو، وديربي الأسطورة الذي شارك في الفريقين ولعب مع الفريقين أيضا، وكان من الأسماء المهمة جدا واللي حضرت واللي تواجدت واللي قدمت. بيتشو أيضا مصطفى الشكري، والكرة بتتحول الآن في الجهة اليسرى في مكان باتجاه أيوب الكعبي. أيوب عرضية، الوداد لا يهاجم كثيرا لكنه يريد أن يهاجم وأن يسجل. الكرة بتصل إلى نناح، بيلعب لكرة في مكان سليم، في انطلاقة، في التقدم سفيان رحيمي. سفيان يظهر الآن، سفيان بالسرعة بالخطوات لكن طولها. التغطية تأتي في الوقت المناسب وإبعاد الكرة عن طريق المدافع أشرف داري، لاعب دولي أيضا في المنتخبات والمراحل السنية. وأشرف داري الآن يبعد هذه الكرة. جمال السلامي واحد من المدربين اللي يريد أن يبقى كعلامة وكبصمة في ذكريات تدريبي هذا الفريق الكبير. مدربين كثر مروا، الأشهر بالتأكيد الأسطورة جيكو، نتذكر رابح سعدان، نتذكر أوسكار فيلوني، نتذكر خليلوفيتش، نتذكر محمد فقير، نتذكر فوزي البنزرتي. عدة مدربين قدموا الكثير لهذا النادي، حققوا الألقاب المهمة بالتأكيد للنادي. 11 دوري، 8 كأس عالم، 3 مرات أبطال أفريقيا، وما زال الرجاء يحاول أمل نجوم. وحققوا بطولة كأس الاتحاد الأفريقي والسوبر الأفريقي والبطولة العربية أيضا وبطولة شمال أفريقيا والأفرو آسيوية. وقدموا سعيد غامدي، وقدموا صلاح الدين بصير، وقدموا عبد المجيد الظلمي، وقدموا محسن ياجور وعصام الراقي وعبد الإله الحفيظي، وقدموا ياسين الصالحي ومحسن متولي وسنقهور وسفيان العلودي وهشام بوشروان، وأسماء عديدة مرت بالتأكيد. لا ننسى مصطفى الشاذلي ولا جريندو ولا بالتأكيد المدرب الحالي أيضا جمال السلامي، وأسماء عديدة قدمها هذا الكيان وهذا النادي. والنسور الخضر ما زالوا يقدمون التسديدة تأتي من نناح، والكرة بتتحول إلى ضربة ركنية، ونحن في الوقت بدل الضائع. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، إنهم يخططون على شيء، إنهم يرتبون على شيء، إنهم يريدون نهاية هذا الشوط على شيء. نشاهد ونتابع هذه الكرة بالنسبة للرجاء، نشاهد الضربة الركنية تأتي، والكرة العرضية العالية فابريس نجوما، ولكن مقطوعة. نجح الوداد في الدفاع عن هدفه حتى الآن. هذه الثواني الأخيرة، الوداد يقطع الطريق، الوداد يعرف الطريق، الوداد يريد أن يصل إلى نهاية الطريق، لكن الكرة مقطوعة. الحكم يشير إلى استمرار اللعب، واللعب لا يتوقف، والرجاء يحاول الآن. ستأتي الصافرة مشاهدينا، تأتي من الحكم محمود البنا لينهي أحداث شوط المباراة الأول لهذا الديربي. شوط سريع، شوط جميل، شوط بفرص، شوط بهدف ودادي والسيطرة خضراء وفرص والتألق كبير للتقناوتي. شوط كان فيه المدرج دائما وأبدا حديث هذا الديربي. الكلمة للزميل أسامة، تفضل لك الكلمة. شكرا للزملاء فارس عوض وعصام عبدو. في الشوط الأول هيمن الرجاء واستحق الوداد الأفضلية من علامة الجزاء. هدف نظيف سجله اللاعب محمد نهيري بطريقة البانينكا في الدقيقة 12 بعد أن احتسب حكم المباراة المصري محمود البنا ركلة جزاء لصالح إسماعيل الحداد. تحصل على أفضليتها الوداد على أفضلية النتيجة، في حين كانت أفضلية الأداء
للرجاء في الشوط الأول الذي نتحدث عن تفاصيله بعد العودة من هذا الفاصل. انتظرونا.